الايدين لازم كمتحدث ايديك تكون من عند البطن، ما تطلعش فوق الشولدرز، يعني تتحرك من هنا لهنا، عندك مساحه، حاجه بنسميها باور سفير. يعني ايه باور سفير؟ باور سفير يعني مجال القوه. مجال القوه بتاعك اهو اللي قدامك لحد 90 سم لو انت واقف في اجتماع كبير او لو واقف على ستيج، و45 سم لو انت واقف قدام الكاميرا، لان مساحتنا بتبقى اقل. وما نزلش ايديا تحت البطن لان ده معناه طاقه الصوت ضعيفه قوي، وما طلعهاش فوق قوي كده معناه طاقه الصوت عاليه قوي، حماس زايد جدا. اعمل ايه؟ حركات ايدي تبقى مع صوتي متناغمه من البطن لحد الشولدرز، لحد الكتفين، ما تطلعش فوق وما تنزلش تحت. في بعض الناس طول ما هم واقفين بيتكلموا كده، ماشي. بعض الرجال بيحبوا يتكلموا بالطريقه دي، ايد تبقى جنبه وايد تشرح، بس بالعاده ما ينفعش ان احنا نعملهم الاثنين كده. الاثنين كده معناها طاقه صوت ضعيفه، لكن من اول البطن لحد الشولدرز انا بحرك ايدي. ده بنسميه باور سفير، يعني مجال الطاقه بتاعي او مجال القوه اللي بقدر اتحرك فيه. وده اللي بيخلي الصوت ورسالتك توصل بثقه، لان الرساله هي تعاون ما بين البادي لانجوج وما بين الصوت. صوتك لو وصل من غير بادي لانجوج، من غير فيشل اكسبريشن، الرساله بتاعتك بتوصل ناقصه، الرساله بتاعتك بتوصل مشوهه، من بتحصل على الامباكت الحقيقي اللي انت عايزه.